عارف وليد بتاع كابتن ماجد؟ الحارس بالكاب باللبس بالشخصيه اللي بتوجه اللعيبه، الحارس اللي بيبني بالكره من تحت، الحارس اللي بيطلع يضرب الكره بالبوكس مش لازم يمسكها بايده بكل مره، الحارس الفدائي اللي بيخش في رجل المهاجم في وقت ما كانتش الكوره بتحمي فيه الحراس زي دلوقتي. هو ده ليف ياشن. عشان كده فقد الوعي 5 مرات، وده الحارس اللي فعلا كان بيكسب فريق لوحده، وعشان ما كانش بيخش فيه اي حاجه سموه البلاك سبايدر. لما تفكر في احسن حراس في التاريخ هيجي في دماغك كاسياس، بافن، اوليفر كان، نوير، شمايكل، بس ولا واحد من دول كسب البالون دور. طب الحارس محتاج يعمل ايه عشان يكسب البالون دور؟ الاجابه هنا عند ذا بلاك سبايدر ليف ياشن، وده اللي انا جاي احكي لك عنه النهارده. اهلا بيكم، انا فوزي نينيو. حارس اترشح للبالون دور 10 مرات، والجائزه اتعملت وهو عنده 27 سنه. فقد الوعي 5 مرات في الملعب، وهو برضو اللي دخل في رجل اللعيب واغمى عليه، وبعد ما قام قال له هو انت كويس؟ ليف ياشن وهو صغير لعب رياضات كتيره قوي زي الهوكي والسكينج والمبارزه والكوره طبعا، وكان نفسه يبقى بطل سوفيتي في الشطرنج. بس على النقيض بقى ليف ياشن وهو عنده 13 سنه كان مدخن شره، وهو برضه صاحب مقولة اشرب سيجارة عشان تريح أعصابك وخد لك بق فودكا عشان تدفي عضلاتك. وهو عنده 12 سنة الاتحاد السوفيتي كانت في الحرب العالمية الثانية، وهو كان في مدينة موسكو، والمدينة كانت شايفة دمار لدرجة إن الجميع كان مضطر إن هو يهاجر، لدرجة إن هم كانوا بيقولوا إن حتى الفيران كانت بتموت من الجوع في الشارع. في الوقت ده سكان موسكو اضطروا ان هم يهاجروا، ومنهم طبعا ليف ياشن واهله، وهو عيل صغير اشتغل 4 سنين في مصنع سلاح وذخيره. ساعتها كانت العيال الصغيره بتضطر انها تقف طوابير عشان تستنى العيش والسكر، وكانوا وهو في المصنع كانوا بيضطروا ينقلوا الاسلحه او المعدات بتاعت الاسلحه في عز الثلج من منطقه لمنطقه. شاف معاناه يعني، وليف ياشن لما كبر حكى على المعاناه دي في طفولته، لدرجه ان هو كان بيقول ان هو كان بيشرب سجاير عشان يقتل الشهيه بتاعته من كتر الجوع. طبعا في الوقت ده عشان ليف ياشن واحد محب للرياضه، فكان بيلعب في فريق الكرة بتاع المصانع، وكانت موهبة الناس كلها بتتفرج عليها، بس عشان ما كانش في وقت من كتر الشغل فما كانش بيلعب الرياضة كتير، لحد ما تم 18 سنة واضطر ان هو يوقف كل الرياضات اللي هو بيلعبها. وقبل ما يخش الجيش جاله انهيار عصبي، وده اللي نقدر نقول بعد كده بنى شخصيته الشخصية الفدائية، او الشخصية اللي هي في السرفايفل مود، او اللي هي عندها غريزة البقاء، واللي هو ممكن يعمل اي حاجة عشان خاطر بلده او المكان اللي هو فيه. بعديها ليف ياشن دخل التجنيد، والتجنيد طبعا ساعتها كان تجنيد اجباري. في الوقت ده ليف ياشن اتطور بدنيا ولعب كوره في فريق الجيش سنه 48، وهنا احنا بنتكلم على دينامو موسكو. طبعا اللي شاف فلوج موسكو الجزء الاولاني والثاني عارف ان دينامو موسكو هو نادي الجيش، فليف ياشن لما كان بيلعب كوره في الجيش نادي دينامو شافه وراح لعب هناك. جزء من تجنيده ان هو كان بيلعب كوره في دينامو موسكو، حاجه شبيهه كده بطلائع الجيش عندنا. بدايه لعب ليف ياشن الكوره في الجيش كانت سنه 48. في سنه 50 شيريشيف واللي هو مدرب دينامو موسكو شافه وهو بيتمرن مع الناشئين، وقال ان ده المستقبل وهو هيبقى حاجه كبيره قوي، فقرر ان هو يضمه الفريق الاول. وبعديها فعلا ليف ياشن عمل الديبيوت بتاعه مع دينامو موسكو، وعمل اداء مش قد كده. ولما خرج سمع حد من الاداريين بيقول هو مين العيل الصغير ده، ايه اللي جابه هنا، انا مش عايز اشوفه في الملعب تاني. وفعلا بعد الاداري ده ما قال كده ليف ياشن قعد الموسم كله ما لعبش غير ماتشين، والسنتين اللي بعديهم فضل قاعد على الدكه، لحد ما يوصل ليف ياشن لمرحله ان هو يقرر انه يسيب الكوره ويروح يلعب رياضه تانية، وفعلا يروح يلعب ايس هوكي في دينامو موسكو. واللي شاف الفلوج برضه عارف ان الايس هوكي في روسيا حاجه كبيره قوي، وعارف ان دينامو موسكو من الفرق الكبيره في الايس هوكي. اداء ليف ياشن في الايس هوكي كان مبهر جدا، ونجمه سطع جدا لدرجه ان هو كسب معاهم كاس الاتحاد السوفيتي، والمنتخب كان هيضمه. بس عشان هو فعلا حارس مجنون قرر ان هو يسيب الايس هوكي ويرجع لحلمه تاني، وهو كرة القدم، بالذات ان في الوقت ده كان الحارس الكسندر كوميتش، وهو كان الاسطوره الاتحاد السوفيتي في حراسه المرمى، كان قرب يعتزل. وفي اول سيزون ليه دخل تيم اوف ذا سيزون على طول، واللي على فكره عملها بعد كده 16 مره في تاريخه. السيزون اللي بعده جه مايكل ياكوشن اللي كان مدرب الفريق، وقال ان ليف ياشن حارس الاحلام والمستقبل بتاع دينامو والاتحاد السوفيتي، اللي في نفس الوقت ده خسروا الاولمبياد 52 من يوغوسلافيا. وده طبعا ساعتها اللي زعل ستالين، وقرر ان هو يوقف اللعيبه كلها، واللي سهل طريق ليف ياشن ان هو يطلع للمنتخب. وبعدها ليف ياشن عمل 7 ماتشات ورا بعض من غير ما يخش فيه ولا جون، وكسبوا المنتخب الاقوى ساعتها واللي هو كان المنتخب المجري، ولعبوا المانيا الغربيه وكسبوها بعد الحرب العالميه الثانيه. فليف ياشن اصبح بطل قومي. وفي اول اولمبياد رسميه يلعبها ليف ياشن سنه 56 بعد ما خسروا اللي قبلها قدام يوغوسلافيا، يكسبوا الميداليه الذهبيه، وليف ياشن يترشح لجائزه البالون دور ويطلع في المركز الخامس في اول نسخه في تاريخها.
السنه اللي بعدها يحصل تدهور رهيب لليف ياشن صحيا، ويجيله قرحه في المعده ويبتدي يخش المستشفى على فترات كتير جدا، وطبعا الدكاتره قالوا ده بسبب التدخين. فالنتينا مرات ليف ياشن قالت ان ده بسبب سوء التغذيه في الجيش، مش عشان التدخين ولا اي حاجه خالص. بس الفكره ان اول كاس عالم في تاريخ الاتحاد السوفيتي كان على الابواب، وده بالمناسبه كان اول كاس عالم يتذاع في التلفزيون، وفي وقت كان الاتحاد السوفيتي نجوم وعندهم اصابات كتيره قوي، ومنهم ادوارد ستيرنستوف اللي دخل السجن، واللي كتير قالوا دي مؤامره اتعملت عليه وعلى لعيبه تانية من الحكومه عشان متواطئين مع الامبرياليه الغربيه، عشان بيشاركوا معاهم في الماتشات والبطولات مع الغرب. فساعتها ليف ياشن يقرر ان هو يخدم الوطن مره كمان ويرجع المنتخب ويجي على مرضه ويرجع تاني يتمرن مع دينامو عشان يشارك في كاس العالم مع المنتخب. ساعتها ليف ياشن كان تحت الاضواء في اول اختبار عالمي ليه، واول ماتشين كانوا قدام منتخبين كبار قوي النمسا وانجلترا، وليف ياشن صد بينالتي وعمل اداء عالمي، وساعتها خد الضجه والسكسيه في الاعلام وعمل واحده من اقوى الاداءات في تاريخ الكاس العالم في ماتشات لحارس مرمى. بس للاسف حظه وحش لان هم وقعوا قدام البرازيل، وهنا انا بتكلم على برازيل بيليه، وخسروا 2-0، والاعلام كله كان بيتكلم ان لولا ليف ياشن كان الماتش ده خلص بسكور كبير جدا على المنتخب الروسي لصالح البرازيل. هنا الاعلام سموه ذا بلاك سبايدر، وهو في الوقت ده كان معاه 4 بطولات دوري. الفكره ان في الوقت ده ليف ياشن فعلا هو اللي قاد المنتخب في كاس العالم المشوار كله لحد ما لعب المنتخب البرازيلي، وهو فعلا لوحده اللي عمل كده. ليف ياشن كان حارس اللي بيعرف يكسب الفريق لوحده، والدليل كان كالاتي: ان بعد بطوله كاس العالم على طول لعب المنتخب الانجليزي تاني، الاتحاد السوفيتي لعب انجلترا مره كمان اللي هم لسه كاسبينه مفيش من كام شهر، بس كان بغياب ليف ياشن وانجلترا اكتسحت المنتخب الاتحاد السوفيتي 5-0. رجع ليف ياشن المنتخب تاني وعشان يشارك في اول تصفيات لليوروز فيه، وقع قدام المجر وتشيكوسلوفاكيا واللي هم كانوا فرق اقوياء قوي وكسبهم، وبعديها راح لعب يوغوسلافيا مره كمان اللي كانوا مزعلين ستالين، بس هو كسبهم في التصفيات اللي فاتت بس ما كانش كفايه بالنسبه له فكسبهم مره كمان. الاتحاد السوفيتي كسبوا اول بطوله في تاريخ اليورو سنه 1960 بقياده ليف ياشن، وهنا خلاص ليف ياشن بقى الافضل في التاريخ. بعد البطوله دي ابتدت تنهال العروض على ليف ياشن، ومنهم طبعا ريال مدريد اللي كانوا لسه كاسبين 5 تشامبيونز ليج، وهو قال مدريد تبدو جميله بس انا بشفق على الناس اللي بتلعب بره بلدهم، انا كلي دينامو. وخلاص بقى ساعتها في الوقت ده ليف ياشن كان بيلمح على الاعتزال وهو عنده 31 سنه، وبيقول كاس العالم اللي جاي هيبقى اخر كاس عالم ليه، لكن هو ما كانش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده. رجع يلعب ماتشاته تاني مع دينامو وابتدى يقعد على الدكه بسبب مشاكل معدته مره كمان، وابتدت تتدهور لدرجه ان هو راح المستشفى، وفي غياب ليف ياشن كالعاده دينامو كانت بتخسر. بس ساعتها كان المنتخب لمره تانيه كان محتاج ليف ياشن في تصفيات الكاس العالم اللي جايه، فجه على نفسه مره كمان وراح لعب مع المنتخب في التصفيات، وخلص الموسم ده كمركز رابع في البالون دور. كاس العالم بدأ في عز الحرب البارده، والعالم كله كان بيتفرج على البطوله دي، والضغوطات على المنتخب الروسي من الشعب ومن الناس كبيره قوي بسبب الحرب بالذات على ليف ياشن، ولعبوا يوغوسلافيا مره كمان وكسبوهم تاني، بقوا الزباين بتوعهم خلاص. الاعلام ساعتها قال اللي عايز يخترق دفاع السوفييت لازم يهاجم بالثلاثات او الستات عشان الاخطبوط ياشن بدراعاته الطويله لا يقهر. بعد التصريحات دي من الاعلام قدام كولومبيا تحصل الكارثه، ودخل فيه جول من كورنر، ويقال ان ده اول كورنر في التاريخ يخش جول. بعديها المنتخب السوفيتي يلاعب تشيلي في ربع النهائي، وبعد 9 دقائق بس ليف ياشن بفدائيه مره ثانيه يطلع ويغمى عليه ويفضل فاقد الوعي لمده دقيقه ونص. بعديها المنتخب السوفيتي يلاعب تشيلي في ربع النهائي، وبعد 9 دقائق بس ليف ياشن بفدائيه مره ثانيه يطلع ويخبط في المهاجم، انما يغمى عليه المره دي لمده دقيقه ونص، ويقرر ويصر ان هو يكمل الماتش. بس ده يمكن المره دي ما كانش احسن قرار لليف ياشن، لان بعد اللحظه دي الاجوان ابتدت تنهال على ليف ياشن وهو قاعد بيتفرج عليها مش عارف حتى يمسك الكوره، والاداء ده كان غير متوقع نهائيا لدرجه اللي جاب الجون المكسب من تشيلي اللي هو كان اسمه إليادو روخاس، بعد ما جاب الجون جري على ليف ياشن وحضنه لانه هو عارف ان في حاجه غلط وان ده مش ليف ياشن، وخرج الاتحاد السوفيتي من البطوله ومحدش سمع عليه في بلده. يقال ان دي كانت بروباجندا امريكاني لان الاخبار بتيجي من الجورنال، والصحفيين ساعتها لبسوا الخساره دي كلها لليف ياشن. ليف ياشن وهو راجع على بلده كان مستني استقبال بطولي ليه، خلاص هو قال دي اخر بطوله ليا، وهو عنده تاريخ وان هو كان فدائي في الماتش وان هو كان بيضحي بنفسه، فكان مستني استقبال بطولي، انما هو فوجئ بيافطات بتطالب باعتزاله دلوقتي حالا وتهديدات، وكسروا بيته وحطوا يافطات على عربيته بالتهديد ليه، وده اللي حز في نفسيه ليف ياشن جامد جدا. واللي بعديها ليف ياشن حكى عن الفتره دي وقال ان دي واحده من اسوأ فترات حياتي. ياشن اتسلم
سلم للناس بعد ما كان نفسه ان هو ينهي ايامه في الملاعب كبطل. فالنتينا مراته قالت ان الصحفيين اللي كتبوا الكلام ده ما عندهمش اي علاقه بالكوره، لان هم ما ذكروش اي حاجه في الحياه غير ليف ياشن، ما ذكروش اداء اي لعيبه تانية، وما ذكروش قصه فقدان الوعي اللي ليف ياشن حصل له في الملعب، كانه كان قاصد ان الاجوان تخش فيه وان هو كان قاعد بيتفرج عليها وعايز يخسر بلده. وتبقى لاول مره من 7 سنين ليف ياشن ما يبقاش في التصنيف بتاع البالون دور. الحارس اللي قبل كده قال لا سعاده تضاهي رؤيه جاجارين في الفضاء الا سعاده تصدي ضربه الجزاء، دلوقتي بيقول انا مش قادر استوعب نوعيه الحراس اللي ما بتتوجعش من الاجوان اللي بتخش فيها، انا لازم اتوجع لان انا ما عملتش اللي عليا وما كسبتش بلدي. وهو الفكر ده بتاع ياشن رغم تاريخه اللي هو عمله قبل كده اللي وصله بعد كده في سن كبير لمستوى مرعب ما كانش حد متخيله. بس هو بعديها دخل في حاله نفسيه وحشه وطلب من دينامو ان هو ياخد فتره عشان يقرر مستقبله، وابتدى ياخد جلسات علاج نفسي او ثيرابي. ولما رجع منها قرر ان هو يعتزل دوليا لمده سنه، قال انا هقعد سنه مش هلعب مع المنتخب خالص، وطلب من دينامو موسكو ان هو يلعب بس الماتشات الاوي عشان ضغط الجمهور عليه هيبقى اقل ومش هيذبحوه كل مره في الملعب. في الموسم ده ليف ياشن كسب الدوري السادس ليه، لعب 27 ماتش من اصل 38 دخل فيه 6 جوان بس، والحارس الثاني اللي لعب 11 ماتش دخل فيه 8. وفي الوقت اللي ياشن كان هيتنسي تيجي مباراة القرن. المباراة كانت احتفالية ما بين نجوم العالم والمنتخب الانجليزي، احتفالية بمرور 100 سنة على اتحاد الكرة الانجليزي، والمباراة اللي كان فيها نجوم كتيرة قوي من دي ستيفانو، بوشكاش، بوبي مور، دينيسلو، يوزيبزيو، بوبي تشارلتون، 6 بالون دور في الملعب وليف ياشن. واحدة من اكبر الماتشات في التاريخ. كل النجوم دول بعد المباراة ما كانش على لسانهم سيرة غير ليف ياشن، ولا واحد من النجوم دول كلهم عرفوا ان هم يجيبوا جون واحد في ليف ياشن، وكميه الهجمات اللي كانت عليه كانت من كل حته، لكن ليف ياشن كالعاده كان واقف في الجون وكان بيتصدى لاي حاجه بتخش عليه. لعب 45 دقيقه، عمل اداء عالمي مبهر للناس كلها، لان بعد المباراه والاحتفاليه بالمنتخب الانجليزي او باتحاد الكره الانجليزي كان الكلام كله من النجوم على ليف ياشن، لدرجه ان هو اول ما خرج بعد في الشوط الثاني دخل فيهم جول. ساعتها ليف ياشن نجم وسطع تاني في العالم كله وفي موسكو، ورجع تاني للمشاركات في المنتخب، وقدام ماتش قوي قوي قدام المنتخب الايطالي يصد ليف ياشن بينالتي عشان يصعد منتخبه مره كمان لليوروز. وفي فتره مرعبه من ليف ياشن كالأعظم على الكوكب يترشح للبالون دور، بس المرة دي يكسبها كأول حارس في التاريخ والأخير. السنة اللي بعديها يشارك في اليوروز ويوصلوا النهائي وياخدوا الميدالية الفضية، وليف ياشن يبقى الحارس الأفضل في البطولة وما يخشش فيه ولا جول على مدار البطولة كلها إلا في النهائي. وفي سنة 1966 يبقى ليف ياشن أكبر لعيب في تاريخ البطولة، ويشارك ليف ياشن في كأس العالم مع المنتخب، وفي 1966 يبقى ليف ياشن أكبر لعيب في تاريخ المنتخب. وفي اداء مرعب من ليف ياشن في كاس العالم، وفعلا كان هيوصلهم للنهائي لكن يخسروا في نص النهائي ويخلصوا البطوله في المركز الرابع. وبشكل ما في 1970 ليف ياشن وهو عنده 40 سنه او 41 سنه يقعد 622 دقيقه من غير ما يخش فيه ولا جول عشان يجبر الجميع انه يشارك في كاس العالم اللي بعده. انا بصراحه ما اعرفش اذا كان هو فعلا شارك بدقائق في كاس العالم 70 ولا لا، بس قريت ان هو وقريت ان هو لا، بس هو كان رايح كمان كمساعد مدرب وكلاعب، وده كان رابع كاس عالم لليف ياشن، عشان بعديها ليف ياشن فعلا يودع الكوره كبطل. مراته فالنتينا قالت ان يوم البالون دور ده كان يوم عادي جدا، روحنا البيت واتعشينا ولا كأن كان في اي حاجه خالص، لان ليف ياشن مش محتاج جايزه عشان تحمسه ان هو يصد. وكانت بتقول ان ليف ياشن ما كانش بينام لما كان بيخش فيه جون او دينامو تخسر او حتى لما تيجي كوره تقع من ايده. واتعمل ليف ياشن ماتش اعتزاله في لادن ستاديوم اللي حضر فيه 100,000 متفرج، وساعتها ده كان ريكورد تاريخي. واتعمل له طبعا تمثال في دينامو، واللي شاف طبعا فلوج موسكو بالذات الجزء الثاني لان كنت في دينامو هناك هتشوف ازاي ليف ياشن في كل حته هناك. وبعديها ليف ياشن يجيله زي التهاب في الوريد في الرجل ومشاكل في الدوره الدمويه، ويضطروا الدكاتره ان هم يبتلوا رجله، وطبعا ده بسبب التدخين. لينوفيتش ياشن اللي اتولد في 22 اكتوبر 1929 واللي صنع تاريخ، جايزه احسن حارس في العالم اسمها لحد النهارده جايزه ليف ياشن. الحارس او اللعيب اللي بعقليه السرفايفل مود او بعقليه البقاء زي ما حكيت لك بسبب طفولته توصله ان هو يبقى ايقونه
ايقونه في حراسه المرمى اللي يبني شخصيه حارس اللي احنا بنشوفها ايقونه حراسه المرمى وبتطلع لنا في الكرتون زي كابتن ماجد. غير ترشحه للبالون دور 10 مرات، الراجل ده صد 150 بنالتي كالاكتر في التاريخ، وعمل حوالي من 270 ل 300 كلين شيت في 400 مباراه، وده رقم مش طبيعي. الحارس ده قعد 622 دقيقة وهو كاسر ال 40 سنة من غير ما يخش فيه ولا جون، وبطل لأول يورو في التاريخ و3 كاس اتحاد سوفيتي و6 دوري، ده غير ذهبية أولمبياد أستراليا في 56، وأفضل حارس في اليورو 9 مرات من 56 ل 66، والمرة الوحيدة اللي خسرها في 58 كان بسبب الإصابة، ويخش تشكيل الموسم للعالم 6 مرات وحارس القرن و4 كاس عالم وبالون دور، وكل ده في نادي واحد. 21 سنة في دينامو موسكو. الحارس اللي بنى تاريخ بسبب شخصيته وعقليته الفدائية وشخصية البقاء اللي عنده، زي ما حكيت لك، اللي بنيت بسبب طفولة نقدر نقول ناشفة، انما هي اللي بنت الاسطورة ده. لما كنت في دينامو، لما كنت في موسكو، قبل حتى ما اصور اليوتيوب، اول حاجة اشتريتها من هناك وكانت اول اكسسوري اعمل بيها الاستوديو كانت الكورة بتاعت ليف ياشن. انما ساعتها كان بالنسبة لي ليف ياشن هو مجرد اسطورة او لعيب او الحارس الاعظم في التاريخ عشان هو الوحيد اللي خد البالون دور. انما بعديها لما رحت وزرت دينامو موسكو وشفت في فلوج موسكو الجزء الاولاني والثاني، شفت قد ايه ليف ياشن حاجه كبيره قوي هناك، وقررت ان انا ابص وراه. واللي شاف الفلوج الجزء الاولاني والثاني عارف ان في جيف اويز، وعشان كده عملت واحده من الجيف اويز هي الجلوفز بتاعه ليف ياشن. لسه ملهاش بطل لحد النهارده، التيشيرت ليها بطل انما الجلوفز لسه ملهاش بطل. فخش في الفلوج الاولاني الجزء الاولاني والثاني جاوب على السؤال عشان جلوفز ليف ياشن تبقى بتاعتك. ولو اتعلمنا حاجه من سادات العالم فوزينينيو واحنا بنلف العالم وبنشوف الثقافه الكرويه بتيشيرت الاهلي، اللي نقدر نعرفه او اللي اتعلمناه ان الكوره هي لغه عالميه بغض النظر عن الخلفيه او الثقافات بتاعت الشعوب، وان الكوره هتفضل دايما للجماهير. اشوفكم في حكايه جديده في فلوج جديد، والكوره هتفضل دايما للجماهير. الله، الوطن، ابو تريكه، سلام.